السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وفي احسن حال وفي افضل حال يا رب. ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل عاملين ايه؟ وسلم اخباركم ايه؟ وبارك على طمنونا عليكم، سيدنا ونبينا والسلام عليكم محمد عليه ورحمه الله الصلاة وافضل وبركاته. السلام. النهاردة قلنا نغير بقى، لا محشي ولا طبيخ ولا رز ولا الكلام ده خالص. النهاردة هنعمل حاجة كده، وهم حاجة زي الزبدة، ريحة وطعم وخيال. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى كان معايا حوالي نص كيلو لحمة. قلت النص كيلو اللحمة ده لو عملته في طبيخ يعني ايه، مش هيرمي معايا. فانا قلت اعمل حاجة ان هي ترمي معايا بقى وتبقى كمية كده، والعيال تاكل وتشبع منها وتتبسط منها. وعامة هما بيحبوها وبيطلبوها مني جدا. فقلت ان انا اعملها واوريها لكم، وصدقوني لو عملتوها تدعولي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. النهارده كنت حاطط معلقتين زيت كده يتقدحوا، وبعد ما اتقدحوا نزلت باللحمة عشان اشوحها. كنت مقطعة اللحمة تقطيع عشوائي جدا زي ما انتم شايفين، يعني لا كبير ولا صغير، حسب ما انت ايه حابة. لان في ناس بتحب صغير، في ناس بتحب التقطيع كبير. مش كل الناس زي بعضها، ومش كل الاراء زي بعضها. لاختلاف الاراء لبطلة السلع، ودايما بقول الكلمة دي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. كده نزلت بثلاث اربع ورقات لوري، وبرضه هقلب اللحمة تاخد تشويحة كويسة، وبعدين هرجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ربنا يسترها علينا ويعدها على خير في أيام الغلا اللي احنا عايشين فيها. ومعايا بقى حوالي كيلو بصل وقرنين فلفل ونص راس توم متقشر. كل ده هقطعه تقطيع عشوائي، والتوم هدقه بالملح. اهي هنا اللحمة بقى خدت تشويحة كويسة جدا لغاية ما خدت لون كده، لون تحمير بسيط كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بقدر حبك فيه عليه الصلاة وأفضل السلام. افضل واحسن حاجة تبتدي بها يومك وتختمي بها يومك الصلاة على الرسول. هنا كنت قطعت البصل عشوائي، هنزل بقى بيه على اللحمة واقلب كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هقلب بقى البصل كويس جدا، وهرجع برضو يعني اقلب البصل. وبرضو مش هحط ايدي فيه الا لما البصل بقى ينزل المية اللي فيه، يسرد المية اللي فيه، ويبتدي بقى يتشوح مع اللحمة كده، ويبقى ايه دبل خالص كده مع اللحمة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هقول لكم حاجة حلوة قوي انا جربتها وسمعتها. دايما اما تيجي تدعي قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. قولها 10 مرات وبعدين ادعي، صدقيني دعوتك عمرها ما هترد. وهنا نزلت بالتوابل زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. دقيقة واحدة والبصل بقى هرجع لكم ما البصل يتشوح وينزل مية منه. هنا بقى كان البصل اتشوح ودبل ونزل المية منه وخلاص، يعني اللحمة قالت ايه خلاص انا هستوي اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم زبدة حاجة كده وهم. والله بقى لا تقولي طبيخ ولا رز ولا مش عارفة ايه، يعني حاجة بسيطة مش هتوسخ لك مواني كتير، هتوفر عليكي حاجات كتير، وطعمها زبدة. هنا نزلت بقى بالقرنين الفلفل، قطعتهم برضو تقطيع عشوائي، وعود شبت وعود كزبرة وطماطمية واحدة، لا اكتر ولا اقل، يعني ولا ابسط من كده على رأي اللي بيقول. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وافضل السلام. اتمنى ان انا بكون بفيدكم، اتمنى ان انا انزل لكم كل جديد. صدقوني والله انا ما بحبش انزل لكم الا الحاجات اللي ايه، اللي هي المميزة بالنسبة لي. ما بحبش انزل كل حاجة بعملها، عشان كده دايما تلاقوا فيديوهات قصيرة، دايما تلاقوا فيديوهاتي يعني ما بنزلش كل يوم فيديو. اتمنى ان انتوا تسامحوني على حاجه زي كده، ولو انتوا عايزين انزلكم كل يوم فيديو اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام.
منظرها بقى وشكلها كده، شكلها اصلا يشهي وحياة ربنا ريحتها. انتوا عارفين لما انتوا تكونوا معديين، لما انتوا تكونوا معديين من جنب الافراح، والافراح دي مثلا الطباخ ريحه بقى الاكل فايح كده، هي ريحه دي بالظبط كده. اللي ماشي في الشارع شامم الريحه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ريحه وطعم وشكلها، يعني فيها الثلاث ميزات، مفيش ولا حاجه فيها وحشه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. كل مدى ما بتسرد ميه. لو انتوا جايبين اللحمه، انا يعني هقول لكم لحظه، انا ما بحطش الملح الا لما اشوف الملح اللحمه او الفراخ كبيره معايا في السن ولا صغيره. لو كبيره معايا في السن انا ما بحطش ملح نهائي، اللي خلاص بقى ساعه ما هتستوي. لكن لو صغيره في السن بحط الملح في الاول. الملح ده اللي بيحدد معايا السوى هيبقى معايا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم ريحتها جميله جدا، وشكلها زي ما انتوا شايفين يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أهو زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حاجة كده جميلة جدا. لو وسخت بقى مواعين كتير حواليا، ولا عكيت ياما بقى وعملت طبيخ ورز ومش عارفة ايه، لا هي حاجة واحدة. يعني في صينية واحدة. يعني لا وسخت مواعين كتير جنبي، ولا الحوض اتملى مواعين على ما خلصت، ولا الكلام ده كله. حاجات بسيطة جدا، بأبسط حاجة وأنسب حاجة، وادتني ريحة وطعم وشكل. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدقوني والله العظيم انتوا لو عملتوها عمركم ما هتعملوها في شوربة تاني، أو عمركم ما هتعملوها بطريقة تانية تاني. دي تغمسوها بقى بالعيش، تحطوا جنبها طبق طحينة، حمري جنبها طبق بطاطس. مش حابه البطاطس جنبها حمر، هاتي كيس شيبسي وفضيه في طبق وحطيه جنبها. مش حابه بقى، ما عندكيش طحينه برضو، مشي نفسك. هي اصلا الصوص اللي فيها ده بيغمسها، لا محتاج شيبسي ولا طحينه ولا حاجه. الصوص اللي فيها ده بقى حكايه. وهنا بقى كنت فضيت في الطبق، فرغت في الطبق اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى ان المحتوى بتاعي يكون عاجبكم، اتمنى ان الفيديوهات اللي انا بنزلها تكونوا بتستفادوا منها، واتمنى منكم شير ولايك، واستنى منه كل جديد. صدقوني ان انا بفرح جدا بتواصلكم معايا. ولو انتم محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. وزي ما قلت لكم في كل فيديو انا بنزله، كل فيديو بنزله من فضل ربنا عليا ان هو بيتكلم عن نفسه. حتى لو انا نزلت من غير صوت خالص فهو بيتكلم عن نفسه، لان كل حاجه بتبقى مشروحه في الفيديو يعني ايه وواضحه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين منظر اللحمه؟ ما شاء الله زبده، وحياة ربنا زبده. تحسوا ان اللحمه كده مهريه من كتر ما هي مستويه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أنا صايمة، لو مش صايمة كان زماني خلصت طبق وأنا واقفة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. اوعي تعملي حاجة وتبوظ منك وتيأسي. صدقيني، جربي مرة واتنين وتلاتة. المرة الأولى هتبوظ منك، المرة التانية هتيجي متوسطة، المرة التالتة هتيجي مفيش زيها. مفيش حد مولود بيعرف يطبخ، مفيش حد مولود بيفهم في الحاجة دي، مفيش حد مولود. كلنا بنتعلم من أخطائنا، وطول ما احنا عايشين بنتعلم من اللي حوالينا. وانا ما بتحركش اما بروح اسأل حد انا عايزة اطبخ دي ازاي، اطبخ دي ازاي، اعمل دي ازاي، ما بتحركش. السؤال مش حرام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان انا وصلت لقلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.